صدقني لو بتسعر بهواك فانت بتخسر وهتجيب ضرافه قريب، لان التسعير الذكي هو اللي بيحدد انت هتكسب قد ايه. في تقرير من شوبيفاي بيقول ان اكتر من 60% من اصحاب المشاريع الصغيره بتخسر بسبب ان هم مسعرين منتجاتهم من البدايه غلط. فازاي بقى تسعر شغلك بطريقه ذكيه؟ اول حاجه لازم تحسب تكلفتك الحقيقيه مش بس الخامات، زي الايجار والشحن والادوات والضرايب، لانك لو نسيت اي جزء من دول فانت بتخسر من غير ما تحس. فتخلي سعرك قريب من السوق. وتالت حاجه لازم تحدد القيمه اللي بتقدمها. لو خدمتك اسرع او ادق او احسن يبقى سعرها طبيعي يبقى اعلى، لان السعر هنا بيعكس القيمه مش بس التكلفه. ورابع حاجه اختار استراتيجيه تسعير مناسبه، يعني مثلا تسعير عالي يبقى قيمه قويه، ولا تختار سعر متوسط يناسب شريحه اكبر. وقتها بس تختار حسب الجمهور مش حسب مزاجك. وخامس واهم حاجه ودي نصيحه مني، اختبر وراجع. يعني مثلا ترفع السعر بسيط وتشوف رده الفعل، او قلل شويه وشوف التغيير، لان التسعير مش ثابت، ده قرار بيتطور مع الوقت. وبالمناسبه دي احسن طريقه جابت نتيجه معايا في البيزنس بتاعي. ومن الاخر كده التسعير الذكي هو اللي بيخلي شغلك يكسب وتعرف قيمته، وبيخلي العميل فاهم كويس هو بيدفع ليه. وبس كده. لو مهتم تعرف اكتر عن البيزنس او تعمل فلوس، متنساش تعمل لايك وفولو. انا عمر درش وده العالم من وجهة نظري.